هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا مأكولات بحرية مختلفة كده شوية، وإن شاء الله هنعمل طريقة كل حاجة مع بعض باختصار كده. معانا هنا كاليماري، ومعانا بسارية، ومعانا سمك بلطي، وكمان جندوفلي، او في برضو بعض الناس بيقولوا عليه بقلاويز. انا من الناس اللي ممكن تقول عليه بقلاويز عادي. وكمان كابوريا. تمام. ده حجم سمك البلطي. انا كنت طالبه من الراجل ان هو ينضفهولي تنظيف شوي، ولكن هو نضفهولي تنظيف قلي. فعادي برضو مفيش مشكله خالص. هنبدا ان احنا نشويه وهنتعامل معاه كانه مشوي عادي جدا. وده شكل الجندفلي معانا او البقلاويز. تمام. دي كده الحاجات اللي احنا هنعملها. او في طبق كمان فيه جمبري صغير، اللي هو بيبقى صغير قوي قوي بالقشر بتاعه، ده اللي بيتحط على الرز. ده برضو بيبقى جميل قوي في الرز، بيبقى طعم وبيديله طعم حلو جدا يعني. آه دي كده الحاجات. البسارية كانت روعة جميلة جدا، تحفة. واحسن حاجة في الاسماك البحرية دي ان انتي تروحي تجيبيها طازة. يعني الحاجة تكون لسه نازلة عند الراجل، مثلا لسه مش شارياها دلوقتي، لسه نازلة دلوقتي، ما تبقاش بايتة او قاعدة كتير. ده معانا الكاليماري. انا طبعا نضفته كله مع نفسي، ولكن جبت بس الاتنين دول اوريكم طريقة التنظيف بتاعتها. اول حاجة احنا بنشد الراس، بتطلع بكل الامعاء الداخلية بتاعته. تمام. وبعد كده بيبقى فيه زي آم، عظمة شفافة كده، بتبقى موجودة في ظهر الكاليماري. دي برضو اول ما بنشدها لبره كده بتبدأ ان هي تتشال معانا على طول. بعد كده في القشرة اللي هي الخارجية دي لازم برضو نقشرها وتتشال كلها تماما. ما يبقاش فيه اللون الاحمر ده، ما يبقاش فيه غير اللون الابيض الاصلي بتاع الكاليماري. على فكرة الكاليماري ده بجد بجد من اطعم الاكلات اللي ممكن تضيفيها على سفرتك بجد في اكلة السمك عامة. اغلب الناس ممكن يعملوا انواع السمك العاديه، سواء بولتي، بوري، ماكريل، اي حاجه من الحاجات دي. بس فعلا الكاليماري والسبيط مش واخدين حقهم ابدا، يعني في الاكلات اللي على السفره الدايمه بتاعتكم بتاعت السمك يعني. ولكن هو لما بيتعمل طاجن بجد بيبقى خطير، وفي ناس كمان بتعمله مقلي. ولكن احنا النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل الكاليماري بتاعنا النهارده ان شاء الله طاجن. تمام. طبعا هتشوفوا معايا برضو الخطوات وواحدة واحدة. هنا بس بوريكم ازاي بننضفه، ولازم يبقى عندك صبر عليه علشان تشيلي اي لون احمر مش كويس فيه او قشرة او حاجة. خلاص. وبعد ما بننضفه خلاص، هو كده كل حاجة اتشالت منه. طبعا لازم بعد ما بيتنضف كده بناخده ونشطفه شطفة حلوة جدا على تحت المايه الجارية يعني. دي بقى بالنسبة للراس، طبعا مش كلها بتترمي. اللي انا ماسكاهم بايدي دلوقتي دول ده العين، واللي تحت دي الاطراف دي عادي بتتاكل، بتتحط في الطاجن برضو عادي جدا، او بتتقلي يعني على حسب ما انتوا عايزين تعملوا الكاليماري. طبعا رحت شطفتها بس كده شطفة سريعة، وبعد كده بنبدأ ان احنا نقطع. بنفصل الجزء بتاع العين بكل الخط اللي تحتيه اللي هو شامل الامعاء، كل ده خلاص بيترمي، كل ده هالك ده بيترمي. ولكن الباقي ده بيتاخد عادي. ولكن لاحظوا ان بيبقى فيه في النص كده دايرة. الدايرة دي لازم بنشدها وبنطلعها من الراس، وبكده خلاص بقية الراس وكل الدراعات اللي موجودة بتاعته دي بتتاكل عادي، دي مفيهاش مشكلة. ولكن اللي في ايدي ده خلاص ده يعتبر هالك كده هيترمي. خلاص. دي كده سبيطة تانية برضو عشان كاليمارية تانية عشان اوريكم برضو الطريقة. احنا برضو هنا نفس الكلام، قطعنا الراس وعملنا كل الخطوات اللي فاتت دي. وبرضو الحتة اللي هي المدورة اللي انا بقولكوا عليها، طبعا دي بقى يعني بقية الراس والامعاء، والحتة المدورة دي برضو بتتشال، ملناش دعوة بيها. خلاص. والحتة الشفافة دي زي عظمة شفافة كده. وبرضو نفس الكلام بنشيل كل القشرة اللي عليه من بره. ده تنظيف السبيط او الكاليماري عامة. الكاليماري غير السبيط بالمناسبة. الكاليماري هو ده بيبقى طويل كده ولونه احمر، انما السبيط بيبقى اغمق شوية وعريض قوي. في ناس ممكن ياخدوا السبيطاية بالمنظر ده ويحشوها وتتسلق وعادي وتتاكل كده. لكن في ناس تانية بيقطعوها مثلا دواير ويعملوها مقلي.
بالدقيق وحاجات زي كده في الزيت، او ممكن كمان بتتعمل طاجن. يعني الكاليماري بصراحة ليه اكتر من طريقة. احنا معانا النهاردة هنبدأ ان انا بس بوريكم ان دي الكمية اللي معانا كانت حوالي نص كيلو من الكاليماري. هنبدأ ان احنا نجيب الكاليماري بتاعنا وهنقطعه بالشكل اللي احنا عايزينه بقى. انا يعني انا دلوقتي قطعته على شكل اللي هي الدواير، تمام. ولكن جيت علشان انا كنت قررت خلاص ان انا هعمله طاجن بعد ما قطعت. عملت ان انا يعني عايزه اعمله قطع صغيره، ما يبقاش قطع كبيره مدوره كده، يبقى قطع الكاليماري موجوده فيه اصغر شويه. فالناحيه الواحده اللي هي الدايره الواحده دي انا قسمتها بالعرض 2، خلاص، بحيث ان هي تبقى افضل معانا يعني في الطاجن. والمعلقه اللي تاكليها ما تبقاش كبيره فيها القطع الصبيت كبيره او الكاليماري يعني كبيره. فلما كل ما تتقطع اصغر مع الخضار اللي بيبقى موجود في الطاجن بيبقى اطعم كتير كتير يعني. خلاص، هي دي كده طريقه تقطيع الكاليماري سواء للقلي او للطاجن. انا كده خلاص قطعت الكميه كلها، وبس بوريكم معايا هنا طريقه برضو تقطيع الراس. بنظبط بس الدنيا حوالينا، ونبدأ ان احنا نظبط نقطع الراس برضو قطع صغيرة. الرجول الطويلة دي برضو بتتقطع عادي. كل ده بيتظبط في السوا، بيبقى طعمه خطير خطير يا بنات. بجد يعني لازم تجربوه. كمية الكاليماري يعني ما شاء الله بيدي كمية كبيرة. الكيلو مثلا بيدي كمية كبيرة، يعني كل الكمية اللي معايا دي نص كيلو بس، تمام. ما شاء الله عملت طاجن محترم مع الخضار والحاجات دي. بيكفي ممكن يكفي 4 اشخاص كمان النص كيلو، تمام. يعني الأسرة 4 أفراد وأفرادها كبار مش أطفال، لا الكمية دي تبقى حلوة قوي قوي ممتازة معاهم، مع طبعا سمك بولتي أو أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. طبعا ده كده خلاص. احنا هننقل بقى كل الصبيت على الكاليماري سوري عشان نغسله أو نشطفه شطفة كويسة جدا، ونبدأ ان احنا ننقعه في مية بليمون بخل بملح، ونسيبه شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نتبله مع بعض. خلاص كده. دي تاني حاجة معانا اللي هي الكابوريا. الكابوريا برضو انا حبيت اوريكم طريقة تنظيفي انا فيها. يعني مثلا هنا الكابوريا دي دكر الرفيعة، المثلث ده لما بيبقى رفيع كده والايدين زرق ده بيبقى دكرة، تمام. انما النتي بتكون عريضة واخدة من الناحية دي للناحية دي، مش المثلث الرفيع ده، لا المثلث بيبقى اعرض بكتير جدا، تمام. وكمان بيبقى الاطراف بتاعتها مش زرقاء، بيبقى لونها رمادي شويه او مايله الاورنج. دي النتي. النتي طبعا بتبقى مبطرخه وكل حاجه، ولكن برضو الدكوره بتبقى شايله لحمه قوي يعني ما شاء الله. انا كده بشيل المثلثه دي خالص، سواء في الدكوره او نتي بشيلهم خالص، لان دي بتبقى مصدر الاخراج بتاعه والحاجات دي، فانا بصراحه مش بحبها، فبشيل كل الموجود فيها من تحت ده. المثلثات دي كلها بشيلها وببدا اغسلها تحت ميه جاريه مره واتنين وتلاته، وبعد كده انضف كمان تحت الرجول، وكل حاجه بتتغسل في الايد كويس قوي قوي يعني. خلاص ده بالنسبه للكابوريا. وبعد كده برضو بنحط لها زي محلول نقع ميه وخل وليمون وملح، ونسيبها برضو شويه تنزل كل اللي فيها، وخلاص على كده. وبعد كده نبدا برضو نتبلها علشان نطبخها. هنا بقى كنا بدأنا في مرحلة الطبخ. دلوقتي عندنا عايزين نعمل الرز قطعنا له البصلة، تمام. قطعنا له بصلايه وحطيناه في شويه زيت بسمنه كده، وهنبدا ان احنا ننزل ونشوح فيه لحد ما ياخد لون غامق شويه، بحيث ان احنا نعمل الرز. دي تاني خطوه. احنا كنا خلاص حطينا الحلل بتاعه الكاليماري اللي هو الكابوريا والبقلاويز، وحطينا فيهم زيت او زبده لحد ما ساحت، وبعد كده نزلنا بالاتنين. خلاص كده انا ما بحطش ميه خالص في الاول خالص خالص لاي حاجه فيهم. وبعد كده رحت مقطعه طماطمايه وفلفلايه وبصلايه لكل واحد منهم، وقعدت فضلت اقلب فيهم كده تقليب مستمر. وطبعا التتبيله اللي احنا عملناها اساسيه لكل الاسماك، اللي هي عباره عن توم مع فلفل، مع فلفل رومي مثلا اخضر واحمر، مع خل وكمون وكزبره وملح، ومفيش حاجه تانية بتضاف اكتر من كده. مش بنضيف بصل ولا بنضيف طماطم. ودي التتبيله دي لكل انواع السمك اللي معانا، يعني انا خدت منها وليمون طبعا وخدت منها، وبقيت احط عليهم كلهم. خلاص. هنا انا كنت خلصت مرحله الرز ودخلنا بقى في مرحله الجمبري هنا انا بس حطيت له شويه زبده وبشوحه فيه تشويحه خفيفه لمده مثلا 7 دقايق ولا حاجه، وبعد كده هنبدا ان احنا نحطه على البصلايه بتاعه الرز. وبرده هنا السمك المشوي حطينا له الرده وكل حاجه، وحطيناه على النار بحيث ان هو هيبدا يتشوي معانا،
والفويل انا غلفت بيه العين بتاعه البوتاجاز اللي انا هشوي عليها، علشان العين تفضل نظيفه من تحت، ما تتحرقش وتعمل مشاكل يعني. خلاص كده الجمبري كان خلص، وحطيناه على البصل بتاع الرز. وخلاص على كده دلوقتي عندنا الصبيط بعد ما اتغسل وحطينا عليه التتبيله بتاعته اللي احنا قلنا عليها. هنبدا ان احنا نحطه فيه شويه سمنه في طاسه، ونفضل نقلب فيه نقلب فيه نقلب فيه. يعني لازم يتشوح كويس قوي، يتشوح كتير تمام، لحد بس ايه ما يدخل في دبلان شويه. وبعد كده نقطع عليه طماطمايه وبصلايه وفلفلايه، ونحط توابل تاني اللي هي عباره عن كمون وكزبره وملح وسنه فلفل اسود، ولو عايزه تشطشطيه شويه ممكن نحط سنه شطه بودر. هنا بوريكم الكابوريا طبعا بعد ما يعني دخلت شويه في السوا، وكمان الجندوفلي. تمام، في المرحله دي انا كنت لسه ما ضفتش اي ميه خالص، انا بحب الشوربه بتاعه البقلاويز يعني، فبنزود له شويه. هنا بقى خلاص كنا الكاليماري دخل شويه في ان هو دبل، بدات احط له معلقتين 3 صلصه حمراء، ودي صلصه عندي انا مسبكاها في البيت، خدت منها بس مقدار معلقتين. وببدا اخلط كله 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 مع بعضه بالتوابل اللي احنا حطيناها. وبكده الكاليماري معانا يعتبر خلاص داخل على السوا النهائي، ان احنا هندخله في الاير فراير او هندخله في الفرن. دلوقتي احنا فضينا الكاليماري بتاعنا في الطاجن، وهنبدأ ان احنا ندخله معانا في الاير فراير. ممكن تدخليه الفرن مفيش مشكلة، ولكن انا ما كنتش هستخدم الفرن لاي حاجة تاني. فبصراحة بحب قوي قوي اللهم بارك تسوية الاير فراير دي. في بعض الحاجات والطواجن والحاجات دي ان شاء الله نبقى نعمل مع بعض ريفيو كامل عنها ب ب ب بحاجات عملية يعني. وطبعا عندي هنا البسارية كمان انا طلعتها وحطيت بدرتها بالدقيق، وبرده حطيت عليها من التتبيلة، وبعدين بدرتها في الدقيق ونزلت بزيت سخن جدا. كده احنا خلصنا خلاص كل الاكل بتاعنا. ادي السمك بعد ما اتشوى وعملنا له التحديقه بتاعتنا من نفس التتبيله، برضو حطينا ميه وزودنا الملح شويه وخلاص. ادي طاجن الكاليماري بعد ما طلع من الاير فراير. تمام، شكله وطعمه كان خطير اللهم بارك. ده الجندوفلي بتاعنا او البقلاويز خلاص كده كان استوى زي الفل. هنا البسله وكانت مقرمشه جدا 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 بجد، كانت خطيره. آه يعني الاولاد على فكره هيحبوها جدا، ويعني هيتخانقوا معاكي عليها يعني. سلطه الطحينه ده زوجي اللي كان عاملها، تسلم ايده طبعا. وعندنا هنا كمان الرز والكابوريا بتاعتنا. الحمد لله الاكل كان تحفه، طعم جدا. كل التفاصيل اللي انا قلتها كانت بجد بجد خطيره. والتتبيله اسهل حاجه في السمك ان هي التتبيله واحده. ما تنسوش بقى حبايبي، لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.